السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال واحسن الظروف. كما كتعرفوا اي حاجه كنشاركها معكم. هاد الوصفه هذه درتها ولقيت على واحد الراحه نفسيه، وعطاتني الايجابيات في البيت ديالي من بعد واحد الازمه اللي هي صعيبه بزاف. اي وحده تقدر تكون دازت من هذه المشاكل اللي غادي نقدر نقول لكم غير ابسط الامور اللي كنت دزت منهم. ما غاديش ندخل لكم من طبيعه الحال في التفاصيل، ما كنبغيش نهضر على الحياه ديالي الشخصيه، كنبغي نخليها على جنب. دائما كنبغي نعطيكم الايجابيات وكنبغي نعطيكم الوصفات اللي ناجحين والحمد لله لقاو نجاح بشهاده الناس. هادشي فضل من عند الله كما قلت لكم. ولكن ضروري كتلقاي بعد المشاكل في البيت ديالك، كتلقاي بعد السلبيات، بعد الحويجات اللي ما كتقدريش انت تعرفيها واش هذيك ايجابيه ولا سلبيه. كتعيشي في واحد العالم، كتقولي بعض المرات غير انا اللي عايشه فيه، كتقولي ما عنديش الزهر. كتدخلي البيت ديالك كتحسي به مظلام، واخا كاين النور فيه واني كتحسي به انت مظلام. عندك العكس في الدار ديالك وانت ما عارفاش. ملي كيكون العكس في البيت ديالك كتوصلك هذيك الطاقه السلبيه حتى في الجسم ديالك. يعني ما كتقدريش تواجهي هذيك الطاقه السلبيه بواحد الايجابيات، كتواجهها غير بالسلبيات. هنا فين الحياه ديال الانسان كتدهور. الحياه ديالك اليوميه كتمشي، كتدخل هذا المشكل حتى هو حتى مع وليداتك مع الزوج ديالك. هنا فين كينوضوا مشاكل كثيره ما كتقدريش عليهم صافي حتى توصلي لواحد الباب اللي هو مسدود، كتقولي كيفاش غادي ندير باش نخرج منه. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم كما قلت لكم هذه الوصفه وعن التجربه ديالي الخاصه بالنسبه للاخوات اللي كيعانيوا من العكس في البيت ديالهم. عندهم بعد المشاكل الزوجيه، عندهم مع وليداتهم حتى هما كتحسوا بهم بلا راه عندهم العين او ما كيسمعوش لكم، ولا عندكم الصداع بزاف في البيت ما كيساليش الصداع. عندكم قله الرزق، والرزق هو الله سبحانه وتعالى. ولكن ملي كيكونوا عندك الاعداء او ملي تكون عندك التابعه. عرفتوا انا علاش قررت نقسم معكم هذه الوصفه؟ انا عطاه لي واحد السيد تبارك الله كيفهم في هادشي ديال الدين وكيقرا الرقيه الشرعيه، وعطانا بعد النصائح ودرت بهم وتغلبت على نفسي ونضت وجريت ودرت بهم والحمد لله لقيت عليهم الراحه. كما قلت لكم البيت عاد تهدن، ما بقاوش هذوك المشاكل اللي كانوا. بديت كنقاد الامور شويه بشويه، حتى انا دازت عليا واحد الدوزه ما نقول لكمش البنات. وصلت لواحد الحاله اللي صافي قلت صافي هذه هي النهايه. والحمد لله واخا هاد المعاناه اللي دازت عليا ولا بد من الفرج. الله سبحانه وتعالى ما كينساش العباد ديالو. المهم غادي نمشي لكم الطريقه ديال الوصفه كيفاش غديروا هاد الوصفه. اول حاجه عندي الملحه الحيه، عندي معلقه هنايا ديال العرعر. بالنسبه للعرعر من الافضل خذوه شويه جديد، ما تاخذوش هذاك العرعر اللي كيكون قديم وكيكون اللون ديالو باهت. غادي نحتاجو معلقه في هذه الوصفه. يعني نتوما غتاخذوا 5 دراهم من كل حاجه وغادي تتبعوا من طبيعه الحال هذه الوصفه. غنقول لكم شحال تقدروا ديروها، وان شاء الله راه النهار الاول غتحسوا بواحد الفرق اللي هو كبير بزاف في البيت ديالكم. هنا عندي اوراق السدر. من الافضل الاوراق السدر اللي كيكونوا هكا يابسين كطحنوهم. تقدروا نتوما طحنوا السدر وتحتفظوا به بشي قنينه ديال الزاج، وتقدروا تستعملوه مطحون. انا هنا ما غنستعملوش مطحون، نستعملوا وريقات. انا خديت تقريبا 2 معالق كبار ديال اوراق السدر، وخديت القسط الهندي تقريبا. هنا غادي نحتاج معلقه عامره ديال القسط الهندي مطحون. انا غادي ناخذ عواد، انا كنستعمل اي حاجه كتكون هكا احسن من مطحونه. تقدروا نتوما طحنوا القسط الهندي واوراق السدر وتستعملوهم. غادي ناخذ هنايا واحد الكاسرونه اللي كندير فيها الوصفه هذه. ما نكذبش عليكم البنات، راه هذه الوصفه حتقاتني، راه ما كنتش كنقدر نهضر. راه كنت واخا كندير الفيديوهات راه ما كنتش كنقدر نهضر فيهم. بعض المرات اللسان ديالي كيتقال عليا. بالنسبه لهاد المشاكل اللي كندوزو منها، بعض المرات كتكون التابعه، بعض المرات كيكون العكس، بعض المرات كيكون طاقه سلبيه، مشاكل ديال الناس كتقدري انت كتحتفظي بها. يعني كيجيو كيعاودوا لك وانت كتبقاي تشدي عندك في الخاطر. هنا صافي انت كتولي سلبيه، راه حتى البيت ديالك غيولي سلبي من طبيعه الحال. من الافضل بعدي كاع الناس السلبيين من حياتك، قلبي على الناس الايجابيين، الناس اللي كيضحكوا، الناس اللي كيعطيك واحد الطاقه، الناس اللي عايزيدوا بك للقدام. بعدي من المشاكل، واخا تكون اختك كتعاود لك المشاكل ديالها من الافضل ما تسمعيش ليها. غنكمل لكم الوصفه ونهضر لكم شويه نعطيكم النصائح. هنا درت لتر تقريبا ديال الماء، وغادي نديرو الوصفه غنديرها على النار غير تغلى، وغنطفي عليها وغنتسناها حتى كتبرد، وغنقول لكم شنو غنزيد معاها. ما نكذبش عليكم البنات، راني مريت من مشاكل صعيبه الصراحه،
ومازال مأثر عليا الان، واخا كنعاود لكم كما قلت لكم من بعد الله سبحانه وتعالى واخا كضيق حتى تعيا راه كيجي الفرج من عند الله. الحمد لله على كل حال. هنا الوصفه ها هي وجدات، يعني كما قلت لكم غير غلات صافي غادي ناخذوها. تسنيت عليها هنا غير بدات كتدفى، وغادي ناخذ 3 المعالق كبار ديال الملحه الحيه مطحونه، 3 المعالق كبار. غادي نخليو هاد الوصفه على جنب، ونكونوا سيقنا الدار من البيت كامل، يعني من الفوق حتى لتحت، نكونوا سيقنا القناه، نقينا نظفنا. الا كانوا عندك حويجات مسخين دوزيهم يتصبنوا، كانوا عندك حويجات قدام وانت جامعهم في السكن بغيتي تعطيهم خرجيهم. اي حاجه عندك اي حاجه قديمه ما تبقايش محتفظه بها خرجي لوحي. اي حاجه قلتي هذه صافي ما بقيتش غنستعملها غنلوحها، خرجيها لوحيها ولا خرجيها ولا صدقيها. مهم ما تخليش البيت ديالك فيه الكراكيب كما كنقول، ما تخليش البيت ديالك فيه هذاك الشيء مجموع، الميكات السيكان هذاك الشيء حيديه من البيت ديالك باش تخرج هذيك الطاقه السلبيه. صافي ملي كتسيقي كتاخدي هذا المحلول هذا ولا هذا الماء هذا اللي فيه هذه الاعشاب، كتصفيه كديريه في واحد القرعه ديال البلاستيك وتقبيها من البوشونه من الفوق واستعمليها. ولا كاين عندك واحد الرشاش هذاك البخاخ حتى هو تقدري تستعمليه. بالنسبه لنا البخاخ حتى درت هذه الطريقه هذه ديال التجفيفه ديال بصح من سيقت الدار كامله، خديت جفاف نقي ما عمري ما استعملته. صافي بديت كنرش مزيان بهذا الماء هذا وكنجفف بهذاك الجفاف كما قلت لكم نقي ما عمري ما استعملته. جفاف الدار كامله خصوصا العتبه الدروج، مهم الدار كلها تجفات. راه كتحسوا بواحد الراحه، راه حتى البيت ديالكم كتحسوا به نور، يعني منور سبحان الله العظيم، كتحسوا بواحد الطاقه ايجابيه كتعطيو اتساع للطاقه السلبيه. وما تدخلوش الناس اللي كلهم طاقه سلبيه، الناس الحاسدين اللي كتقول لك مين جبتي هذه مين شريتي هذه، يعني كتبقى تابعك. ولا درتي شي عمل ولا عندك شي خدمه، من الافضل ما تبقايش تهضري، ما تبقايش تقولي لا انا كندير لا انا كندخل شحال وانا هذاك الشيء خليه احتفظي به لنفسك باش ربي كييسر لك الامور. ملي كديري هذا الماء هذا كامل كتسيقي الدار كامله ديالك وكتجفي به، صافي كتبقاي محتفظه بهذاك الماء اللي كيبقى لك. الغد اللي كديريه كما قلت لك في واحد الرشاش، صافي كتنوضي الصباح كتلقي الاذكار الصباح كتلقاهم في التلفازه. انا عندي التلفازه كنطلق فيهم كنطلق فيها اذكار الصباح على الصباح ملي كنفيق مع 7 الصباح. من بعد كناخذ هذاك الماء اللي بقى ليا كنرشو هكا في العتبه في البيت، كندوز غير بواحد الجفاف ناشف، المهم كندوز على البيت ديالي كامل وبيت النعاس كل شيء كاع هذا كنجفف. وكما قلت لكم عاد كنطلق ايه الكرسي اولا سوره البقره، وكنكون حاله شريجمات ديال الصلاه وديال الدار كامله وصافي. وكندير واحد التبخيره اللي ريحتها زوينه، بعدهم التباخر اللي ريحتهم خايبه راهم هذوك كيدخلوا لكم الطاقه السلبيه للبيت. خذوا سرغينه بقاو تبخروا بها اللي مسقيه بالعود حتى كتعطيكم واحد الريحه زوينه في البيت. بخروا بالخزامه حتى هي راه مزيانه صافي. وهاد الطريقه هذه راه كنديرها كل نهار. هذاك الرشار اللي كنرش راه كل نهار. بالنسبه للتخميله راه كنخمل كل اسبوع، يعني كنهز وكنسيق مزيان وكنخرج هذاك الوسخ اللي كيكون في البيت، وكنعاود عاوتاني ندير نفس الطريقه كنقرش كل نهار. يعني هذه الخدمه هذه كنديرها يوميا ولفتها والحمد لله عاد لقيت الراحه ديالي النفسيه. راني كنت وصلت لواحد الحاله ما نقول لكمش، راه اللسان ديالي كان كيتقال عليا ما كنقدرش نوض ندير حتى حاجه. الدار كامله مكرفصه مرونه، الصداع نايض مع الدراري مع الزوج، مهم عندي بزاف ديال المشاكل. انا راسي ما بقيتش حامله، المهم وصلت لواحد الحاله ما نقول لكمش. وكما قلت لكم الحمد لله كيجي الفرج، هذا الشيء كلشي بفضل ديال الله سبحانه وتعالى. واخا كضيق راه ربي راه كيحلها، والله يوسع علينا الارزاق. وحديو راسكم، الناس راه خايبين، ما تبقاوش غير تعاودوا. اي سر احتفظوا به لنفسكم، تديروا شي حاجه شي خدمه احتفظوا بها لنفسكم، ما تبقاوش تعاودوا الناس راه كيحسدوا، الناس كيكرهوكم وانتم ما كتكونوش عارفين. واخا ما يكونش السحر راه كيكون غير الحسد، راه كل نهار كيعاودوا عليكم فلانه دارت فلانه شوفي فين وصلت هذه، راه داك راه سميتو حسد، راه سميتو عين، راه سميتو تابعه. ونتمنى ان شاء الله هذه الوصفه هذه تجربوها وراها زوينه وغتعطيكم واحد الراحه في البيت ديالكم. حتى الا بغيتوا ان شاء الله الوصفه اللي درت انا الجسد ديالي وتنديرها حتى الوليدات ديالي الحمد لله كما قلت لكم عاد كنحسوا بواحد الراحه اللي هي الحمد لله ايجابيه. راه كل شيء بالقران، كل شيء بذكر الله تطمئن القلوب كما كنقولها. وان شاء الله الا بغيتوني نتقاسمها معكم ولا نعطيها لكم ما كاين حتى شي مشكل. كما انا استفدت من واحد السيد باحث في هذا الشيء ديال الدين كيقرا حتى الرقيه الشرعيه وعطانا هذه الوصفه الحمد لله درنا بها والحمد لله لقينا الراحه ديالنا.
وعلاش لا ما نشاركوش مع الناس الحويجات الايجابيين حتى هما باش يستافدوا. ماشي كاين، ما كاينش غير الوصفات وما كاينش غير هذا، كاين حتى هاد الحويجات هما راه كيستافدوا منهم الناس. وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. ما تنساوش تخليو لي واحد اللايك. اللي عندها شي مشكل وبغات تقاسموا معايا ما كاين حتى شي مشكل، مرحبا.